مساء الفل. شاب جامد ما جابتوش ولاده، دايما مختفي وما تعرفلوش طريق، ويوم ما يظهر اعرف ان في مصيبه هتحصل. حسن هاكر تلاقي، اكشن تلاقي، واحد جامد بيعرف ياخد حقه تلاقي. بدايه من جوه عمليه تسليم مخدرات، وبنشوف واحد اسمه طلعت وهو بيستلم شنطه مليانه دولارات، وفي المقابل هيسلمهم بضاعته. بن وصاحبنا كل طلقه وقامت العركه. كل اللي قدامك دول مفيش دقيقه واحده وكانوا كلهم ماتوا، وطلعت خد عربيته، لكن على فين؟ حسن جابه على الارض وقرب وقال له بلغهم ان كل عنكبوت له شبكه محدش هيشوفها ولا يحس بيها غير لما تلف حوالين رقبته. وراح واخد شنطه الدولارات وباظت العمليه. ومن اللحظه دي فتقدر تقول انه رسميا الدنيا هتتقلب عليه. وبدانا الفيلم. اللي قدامك ده المخبأ بتاع حسن، زي ما قلت لك الراجل شغال هاكر، بس مش اي هاكر، لا ده العنكبوت. وهنرجع له تاني. في اللحظه دي ادم ومراته رجعوا مصر، وكان هيتجنن ويعرف مين اللي بيخرب لهم كل عملياتهم. اما ده صلاح عم ادم، وكان دراع ابوه اليمين في الشغل. العيله دي بقى كلها شغالين في تجاره المخدرات، واسمهم عيله جبران، بمعنى تاني اكبر تجار مخدرات في الشرق الاوسط. وبعد ما كبير العيله مات، فادم هيستلم الدفه من بعده. في العزاء هعرفك بكام شخصيه مهمه. ناهد تقدر تسميها مسؤوله العلاقات العامه في المجموعه. اللي على اليمين مروان، واللي على الشمال فتحي. مروان بتاع التكنولوجيا، وفتحي مسؤول الامن والاكشن وضرب النار. اول خطوات ادم في مصر انه جاب طلعت وما سالوش غير سؤال واحد بس: البضاعه فين والفلوس فين؟ قال لك احنا وصلنا في الميعاد اللي اتفقنا عليه مع المشتري، وساعه التسليم راجل هجم علينا مره واحده وكانه عباره عن جيش كامل، فرتكنا حته حته وسابنا عيش. وبلغهم برساله العنكبوت اللي قلتها لك. وبنفهم من الكلام ده ان ادم وعيلته يعرفوا العنكبوت، فقتل طلعت وهيتفرغ بقى لحسن. بدايه الكلام المجموعه اجتمعت واتكلموا عن شخص اسمه غسان الصرافي. وغسان الصرافي ده بقى يا معلم اكبر مورد مخدرات في الشرق الاوسط، يعني هو الوحيد اللي بيقدر يدخل المخدرات اي دوله بدون ما الحكومه تشم خبر. وبما ان دول اكبر عصابه وغسان اكبر مورد، فكان لازم يحسنوا علاقتهم بيه ويزودوا شغلهم معاه. طيب ازاي والعنكبوت واقف لهم في الزور؟ ما هو ده اللي ادم هيعمله. طلب منهم يسيبوا له موضوع العنكبوت ويركزوا مع غسان الصرافي. المطلوب منهم يثبتوا لغسان ان عيلتهم اللي هي عيله جبران لسه رقم واحد في البلد، وعلشان كده اول عمليه هينفذوها معاه هتكون اكبر عمليه تهريب في التاريخ. هيشتروا من غسان مخدرات ب 2 مليار ونص. انت متخيل الرقم؟ يعني انت بتتكلم في حوالي 50 مليون دولار. وبما ان كل اللي رحلتهم اقل من 30 مليون، فهنستعين بالدكتور اللي هو ده واللي يبقى جوز دي. الراجل ده عنده خام في المعامل حوالي نص طن. خام يعني ايه يا زيزو؟ اللي هي المواد المخدره الخام. طيب هم ليه بيعملوا عمليه كبيره كده؟ قال لك علشان احنا والموزعين بتوعنا نقدر نعوض الخساره اللي خسرناها العمليه اللي فاتت. وخليك فاكر العمليه دي بالكامل هتكون تحت اداره ادم. في النهايه المجموعه صوتت برايها والكل وافق الا فتحي. فتحي شايف ان هو اكتر حد فيهم بيخسر، يعني رجالته هي اللي بتموت في كل عمليه لما العنكبوت بيظهر، وعلشان كده رفض لانه عايز يكون هو المسؤول عن العمليه مش ادم. وطبعا ده مستحيل، فتم الاتفاق على ان فتحي بره العمليه دي. طب ايه الكلام عند حسن؟ حسن اتضح انه مشغل معاه واحد من اللي شغالين في شركه مروان، واداله فلاشه هيحطها على السيستم وتخليه هاكر سيستم شركه مروان بالكامل. يعني الراجل ما بيضيعش وقت. تاني يوم رجاله ادم عملوا كمين للعنكبوت، وقال يعني المقطوره الكبيره دي فيها شحنه المخدرات الجديده. في نفس الوقت العنكبوت واقف فوق وقام نازل بباراشوته في حركه هم اصلا متوقعينها، يعني على انه هيجي ويسرق بضاعتهم كالعاده. وقاموا مفجرين بالعربيه وصوروها فيديو وبعتوه لادم. وبكده فعيله جبران بالكامل توقعوا انهم خلصوا من العنكبوت وهيفوقوا بقى لشغلهم. الكلام ده حصل بالتوازي مع وجود الموظف هي في شركه مروان، وخلاص سيرفرات شركته بالكامل بقت عند حسن. وبالليل ادم جاله الدراع اليمين لغسان الصرفي واداله تليفون علشان يكلمه. غسان قال له ان البضاعه الجديده على وصول، يعني جهز المعامل بتاعتك يا دكتور علشان الخام يوصل ونحوله ونبيعه ونرجع لمجدنا. عايز اقول لك انهم في الفتره دي كانوا بيعيشوا اجمل ايام حياتهم، يعني خلصنا من العنكبوت وعلاقتنا بغسان اتظبطت وخلاص الدنيا هترجع تلعب. لكن ده مش هيحصل. ليه؟ لان مروان اكتشف الكارثه، والراجل اللي عمل كده بعت لحسن وقال له انا حاسس اني اتكشفت وهروح استخبى عند اهلي يومين وتعالى قابلني هناك. فاتحرك على اللوكيشن وبالفعل الراجل كان هناك. واول ما شافوا بعض اتضح ان رجاله مروان بيراقبوه، فطلع يجري منهم وساعتها حط تليفونه في شنطه واحده من مرشدين السياحه اللي في المكان. مين بقى المرشده دي؟ ليلى، ودورها هيجي بعدين. المهم ان صاحبنا عربيه خبطته ومات. وقبل كل ده ولما كان بيجري صور ليلى على تليفونه وبعت الصوره لحسن. نفس الصوره وصلت لمروان اللي بقى متاكد ان ليلى شريكه الموظف، وطلب من رجالته يجيبوها باي ثمن. فبقى حسن وراها من ناحيه ومروان وراها من ناحيه ثانيه. بطلنا اتعرف عليها في قطر الاقصر واسوان، وقعدت تحكي له عن خطيبها سامح وعن اهتمامها بالعاب الاكشن زي بابجي والاسلحه والكلام ده كله. وقتها شاف رجاله مروان ومسك فيهم وعمل معاهم الغلط. الصينيين في القطر صوروه وصاحبنا بقى بطل الاكشن على اليوتيوب. الفيديو وصل لعيله جبران وتاكدوا ان حسن عايش. المشكله مش هنا وبس، المشكله ان غسان الصرفي كلم ادم وقال له انا هوقف توريد المخدرات لحد ما تخلصوا من العنكبوت. ما هو مش كل شويه بضاعه هتروح بسببه. الغريب ان بعدها ادم كسر كوبايه على صوره ابوه واداله نظره وكانه بيقول انا بكرهك يا ابويا. وخليك فاكر المعلومه دي لاني هفاجئك في الاخر. في التوقيت ده فتحي
فتحي قدر يوصل لمعلومات عن ليلى اللي راحت تقابل سامح خطيبها، وفي وسط الكلام لقت حسن داخل عليهم ولسه الراجل هينطق شاف رجاله فتحي وقامت عركه جامده جدا. صاحبنا كالعاده عمل معاهم الغلط وخلص عليهم كلهم وقام واخد ليلى في العربيه، بس برضه فتحي عرف يجيبه. وتفتكر العنكبوت هيقع بالسهوله دي؟ طبعا لا، فك نفسه واتخلص من الرجاله اللي عنده وسحب عربيه ودخل وسطهم وبقى يتحرك ويضرب، وبرضه خلص عليهم كلهم ما عدا فتحي اللي سابه مربوط لحد ما ادم ورجالته وصلوا. وتخيل ان ادم قتل فتحي. الكلام ده خلى صلاح يغير كل حساباته وطلب من ادم ياخد مراته ويرجعوا لندن ويسيبه هو يدير المجموعه ويشوف بقى هيتصرف ازاي. طبعا ادم ما وافقش، والمشكله بقت مشكلتين، لان غسان هيتحول من شخص بيدخلهم المخدرات لشخص عايز يقتلهم. ولو رجعنا لحسن هنلاقيه اعترف لليلى باللي مخليه يعمل كده، وقال لك انه عاش طفوله صعبه شاف فيها امه وهي بتموت بسبب ادمانها للمخدرات، ومن يومها قرر انه هيخلص من كل واحد بيبيع مخدرات حتى لو كانت ثمن حياته. كمان قرر انه هينتقم من اللي كان السبب في موتها، بس مين هو هقول لك في الاخر. على زاويه تانية المجموعه عملوا اجتماع وادم قرر يبيع الالماظ اللي بيسموه الاحتياطي الاستراتيجي للمجموعه، وبفلوسه هيعملوا صفقه اكبر مع غسان بقيمه 10 طن خام مخدرات. كلهم وافقوا الا الدكتور اللي انسحب وقال لادم انه مش قد الشغلانه دي، وتقدر تقول ان دي اول مره حد يغلط في كبير عيله جبران، لكن يعني هتعدي لاننا هنروح للاهم، وهو ان حسن دلوقتي فاهم ليلى الحكايه كلها وعرفها ايه حكايه الناس اللي بتجري وراها، وان وجودها في المتحف في اليوم كانت الصدفه اللي حطتها في الموضوع. وده لان الراجل اللي شغال مع حسن يومها ساب تليفونه في شنطتها زي ما قلنا. طيب والشنطه فين؟ قالت لك انا سايباها في الاوتيل مع الوفد الصيني، فبعتها على الاوتيل وهو بيأمنها من تحت وجابوا الشنطه. في الوقت ده ادم لعب لعبته وقدر يقنع غسان الصرفي انه ياخد فلوسه على هيئه الالماس بتاعهم، وفي المقابل يقابلهم بنفسه ويسلمهم البضاعه الجديده. وغسان وافق. خد المفاجاه دي، مروان طلع مرافق ناهد اللي هي مرات الدكتور، ومش كده وبس، ده كمان بيفكر يغدر بادم. قال لك احنا نسرق الالماس ونخلص مع غسان ونسافر لندن ونعيش حياتنا، بس لانه وسخ فكان لازم يقع في شر اعماله. العنكبوت سرق كل جنيه في حسابات المجموعه اللي فاتحينها بره مصر. المعلومه وصلت لادم اللي خلاص جاب اخره ومش لوحده، صلاح كان هيتجنن، اصل كده ما بقاش حياتهم غير الالماس، وحتى ده كمان ما بقاش مضمون. خد مفاجاه كمان، ناهد بعتهم كلهم للعنكبوت وعرفته عنوان المعمل اللي بيطبخوا فيه الخام بتاع المخدرات. يعني الراجل ما كفاهوش انه هيرجعهم على الابيض وبس، لا ده هيضرب لهم الشغل في مقتل. وقبل ما يروح لخطوته الجايه قال لما اديها مفاجاه كمان وعرفها اخر حاجه كانت تتوقعها. مروان اتضح انه كاتب كل الحسابات اللي بره باسمه، بمعنى اصح كان بيضحك عليها ويستغلها. ومن ناهد للدكتور اللي معمله اتحرق واتعلق جواه زي الذبيحه لحد ما مات. في اللحظه دي ليلى كانت بتكلم امها على النت، وبما انها فتحت تليفونها بدون علم حسن فمروان قدر يحدد مكانها وهتقوم العركه. وبالفعل الرجاله راحت وحسن بدا يصطاد فيهم شويه شويه، وفي الاخر قدروا يخطفوا ليلى، بس صاحبنا مش هيسكت وقام مفجر المركب اللي فيها وهرب. بعدها بنشوفه بيكلم حد المفروض انه برضه عنكبوت، بس مين هو ده هيكون مفاجاه الفيلم وهقول لك في الاخر. المهم يا معلم ان مروان خلاص وقع في شر اعماله، ما هو اتفضح قدام ناهد والست جت ورفعت المسدس وما سالتوش غير سؤال واحد، ليه ضحكت عليا وعشمتني؟ فضل يتدحلب لحد ما خطف منها المسدس وقتلها بدم بارد. ومن اللي شفناه حتى الان بنكتشف ان مروان ده هو اس البلاوي كلها. خد عندك كمان انه راح خزنه المجموعه وسرق الالماظ. المشكله انه لما جه يهرب اتفاجئ بصلاح. طب صلاح يقتله ونخلص؟ لا، الرجاله دي مش سايكه لنفسها اساسا. مروان قدر يقنع صلاح انهم يقسموا الذهب ويسافروا لندن مع بعض، ومن هناك كل واحد يشوف حياته. وصلاح اللي هو عم ادم وافق يغدر بابن اخوه عادي جدا، لكن وبدون تفسير ادم ظهر في الوقت ده وكشف لعبه عمه. وفي المشهد الاخير خد رجالته وطلعوا على المكان اللي هيقابلوا فيه غسان الصرفي. العنكبوت هو كمان موجود وطلق الدرونز بتاعته في كل حته. شويه والصرفي يجيب اسطول كامل، وغالبا كده فاحنا في انتظار حرب مش عركه عاديه. الراجل جايب معاه عربيات جيش واسلحه تقيله وكل اللي عايز تقوله قوله. وتمت الصفقه، وده خد الالماظ وده خد البضاعه. وبغض النظر ان غسان طلع مشغل معاه واحد من رجاله ادم الا ان ده ما هزوش اصلا. بس برضه دي مش المفاجاه الاكبر. المفاجاه الاكبر ان حسن اللي هو العنكبوت طلع اخو ادم. المعلومه دي غسان قالها بنفسه وعرف ادم انه عارف عنه وعن اخوه كل حاجه من الاول. ده كمان عارف ان العنكبوت مراقبهم وفضل ينده عليه ويكلمه. ولما حسن ما ردش عليه قال لك ما بدهاش ولعب باخر كارت عنده ليلى. صاحبنا مجرد ما سمع صوتها وهي بتقول له الحقني يا حسن راح مشغل الدرونز على وضع الهجوم واتحرك على غسان. وحصلت المواجهه بينه وبين اخوه من سنين طويله، وبنعرف ان هما الاثنين ما كانوش بيحبوا حد في حياتهم قد مامتهم، وبرضه هما الاثنين ما كانوش بيكرهوا في حياتهم قد ابوهم اللي كان السبب في موت امهم بسبب ادمان المخدرات. وده يخليك ما تستغربش التحالف اللي حصل. ما هو حسن وادم متحالفين مع بعض من البدايه علشان يدمروا المجموعه وصولا للراس الكبيره غسان الصرفي. وقامت العركه، رجاله حسن بقوا من ناحيه بينقذوا ليلى وهو واخوه صنفروا باقي رجاله غسان لحد ما الشرطه جت وقبضت عليه هو شخصيا. وبكده حسن عمل احلى خدمه للشرطه، القبض على اكبر مورد مخدرات
المخدرات في الشرق الأوسط. وفي النهاية الإخوات نجحوا في خطتهم، وآدم عالج مراته من الإدمان، وحسن وليلى هيكملوا حياتهم سوا.